بسبوسة الحلواني أو البسبوسة المكرملة هنعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. هنزوقها بأي مكسرات عندنا أو أي حاجة انت حابة تحطيها عليها هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. بصوا، عايزة أقول لكم الترميلة ذهبي وجميلة حلوة جدا، طعمها غني كده، أحلى ما هتجيبيها من بره وأحلى من البسبوسة بتاعت الأكياس والشركات. جربيها بالطريقة دي إن شاء الله هتعجبكم. طريقتها سهلة وبسيطة. لو حابة تبقى البسبوسة عالية عن كده ممكن نصغر الصينية شوية، لو حابة تبقى خفيفة وحلوة وجميلة كده هنعملها في صينية كبيرة شوية. يلا بينا نشوف هنعمل صينية البسبوسة الجامدة دي أو بسبوسة الحلواني أو البسبوسة المكرملة إزاي. هنعملها على طول، طريقة سهلة مع بعض. يلا بينا، تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ويلا بينا على طول، شيروا الفيديو، حلو قوي قوي قوي، شيروه جامد جدا لاصحابكم. يلا بينا نشوف مقادير البسبوسة بتاعتنا. يلا بينا بقى نشوف هنبدأ بإيه. بالبسبوسة المكرملة الحلوة بتاعت الحلواني دي هنعملها إزاي. جبت كازرولة على النار أهي، هبتدي أحط فيها كوباية من السكر أهي، كوباية كده شوب اللي هو العادي ده، عليه نص كوباية من نفس الكوباية اللي احنا عايرنا بيها، نص كوباية مية. هرفعهم على النار بقى كده واسيبهم يتكرملوا مع بعض كرملة حلوة كده، وهقول لكم اللون بتاعهم هيبقى عامل ازاي وشكلهم عامل ازاي. ابتدى يغلي كده، هنزل عليه بمعلقة جلوكوز كبيرة، عسل الجلوكوز ده، وابتدي كده اقلبهم في بعض بقى كده لغاية بقى ما العسل بتاعي او الكراميل بتاعي يتكرمل كده حلو، يبقى يديني لون ذهبي. هبتدي بقى اقول لكم عايزين المكونات بتاعتنا ايه او هنستخدم في الوصفة دي مكونات ايه. عندي هنا كوبايه الا ربع كده سمنه بلدي كده على مخلوطه تبقى حلوه ويا ريت بقى او يفضل السمنه البلدي في البسبوسه بتبقى خطيره. عندي فانيليا سايله، عندي نص كوبايه جوز الهند، عندي معلقتين كبار لبن بودر محمصاهم. تمام، بنحمصهم كده على البوتاجاز في طاسه ونفضل نقلب فيهم لغايه ما يدونا اللون الذهبي الحلو ده. كوبايه لبن، وهنا كده عندي نص دقيق دقيق البسبوسه اللي هو السميد. تمام، يلا بينا بقى نروح على الكراميل بتاعنا اللي احنا بنكرمله. مش عايزينه محمر قوي او لونه يبقى غامق عشان ما يمررش مننا. كده العسل اتكرمل اهو، بصوا بقى لونه ذهبي، انا مش عايزاه يغمق عن كده. تمام، بيبقى ايديا فيه على طول. هنزل على طول ونقول بسم الله بكوبايه اللبن وبالراحه خالص. هنلاقي العسل كده، نبعد كده ايدينا، هنلاقي العسل عمل تكتلات كده وجمد. هنقلب بشويش وبالراحة لغاية ما العسل ده يدوب خالص خالص. هنقلبه بالراحة كده وبشويش كده. اللبن اما نزل على الكراميل جمد كده، قلبته جامد، فكيته خالص لغاية ما بقاش فيه اي تكتلات خالص. هنزل بقى بكوباية الا ربع سمنة، بسم الله اهي بالشكل ده، ونسيبهم بقى كده يديهم غلوة حلوة كده وكل حاجة تسيح في بعضها. يغلوا بقى كده والدنيا بقى ايه تسيح كده، والسمنة تسيح ويدخلوا في بعض كده ويتجانسوا مع بعض. خلاص كده السمنة ساحت وكلهم دابوا في بعض كده. هبتدي بقى، عندي هنا قفلت عليهم النار، عندي هنا نقطتين فانيليا اهي، وهبتدي اقلبها. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. يلا بينا بقى للمرحلة التانية. جبنا دقيق السميد بتاعنا، وادي معلقتين اللبن البودرة المحمصين، وادي نص كوباية جوز الهند. وهبتدي اقلب المكونات الجافة دي كده حلوة قوي مع بعض. حطيت كده كله على بعضه كده وقلبته. هنزل بقى بالمكونات السايلة اللي انا عملتها، السمنة مع اللبن مع الكراميل، ونقول بسم الله كلهم كده. وهنبتدي نقلب حلو. هنقلب، احنا مش هنعجن البسبوسة
ما بتتعجنش. تمام، يا دوبك هنقلب كده وندخل المكونات كلها في بعض، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. قلبت البسبوسه حلو، ما عجنتهاش، مش عايزين نعجن البسبوسه عشان ما تنشفش مننا. تمام، عندي بقى صينيه كده، تمام كده، دهنتها سمنه، وهبتدي انزل بيها بالبسبوسه بتاعتي كده واسويها حلو. حطيت كده البسبوسه ورصيتها في الصينيه. طبعا واحنا شغالين بنبتدي نشغل الفرن على درجه حراره 180، ندفيه كده عشان البسبوسه ما تنشفش مننا. على طول على الفرن هدخلها، ويلا بينا نعمل شرباتها. يلا بينا بقى نعمل الشربات بتاع البسبوسه الحلوه الجامده اللي احنا عملناها دي. عندي كوبايه ونص سكر على كوبايتين ميه بنفس الكوبايه. بسم الله. كوبايتين ميه. طبعا حبة الفانيليا او معلقة الفانيليا، وعايزة كمان هحط معلقة عسل كلوكوز. مفيش عسل كلوكوز في الخطوتين ممكن ما نعملهمش. تمام، هنحط دلوقتي معلقة. حطيت المعلقة اهو، وهبتدي بقى ارفعهم على النار، شغل عليهم النار على طول لغاية ما يغلوا. لازم البسبوسة تبقى سخنة والشربات كمان سخن. عندي الشربات غلي خلاص وبقى تمام، السكر داب وكل حاجة. هبتدي بقى، عندي مكعب زبدة بلدي كده هحطه عليه، وهقفل على طول عليه النار واسيب الزبدة كده تسيح فيه. وممكن كمان نحط نقطتين فانيليا تاني علشان ايه، يبقى ريحتها قوية كده. البسبوسة طلعت من الفرن، بصوا ما شاء الله لونها جميل جدا، وهي سخنة كده على طول. هبتدي انزل بالشربات بتاعي ونقول بسم الله، واحدة واحدة على طول كده. بسم الله. التشققات دي ما تقلقوش منها، كل ده لما البسبوسة. انا هحط الشربات كله. حطيت كده الشربات على البسبوسة بتاعتي. بصوا بتبتدي تتشرب اهي، هتتشرب كل الشربات لان الشربات بتاعها مظبوط، وهي كده تمام التمام. هسيبها دقيقتين كده لما تتشرب خالص، وهغطيها مثلا بغطا او كيس تلاجة علشان ما تنشفش مني او تفضل طرية وحلوة كده. تمام، هسيبها تتشرب دقيقتين وهغطيها واقول لكم هنعمل ايه تاني. خلاص البسبوسة اتشربت، بتبتدي برضو لسه فيها كده. هتبتدي بقى كل التشققات ديت اللي في البسبوسة هتروح لما ايه تهدى كده وتشرب الشربات كله. غطيتها بكيس بلاستيك او كيس تلاجة او اي غطا عندك، هتغطيها وتسيبيها شوية بقى كده تهدى وتبرد، ونقدمها وهقول لكم هنقدمها ازاي. سيبنا البسبوسة لما اتشربت حلو جدا وهديت كده ودفيت، هنشيل بقى الكيس كده ونبتدي نقطعها. عايزين تزوقوها بأي حاجة عندكم هنزوقها. بصوا ما شاء الله، بسبوسة خطيرة، مرملة ولونها ذهبي وطعمها خطير جدا، طرية. والحروف بقى بتاعت البسبوسة بتاعتنا اللي من على الجنب دي اللي بتبقى مقرمشة كده، حاجات بسيطة خطيرة جدا. عايزة اقول لكم طريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة، احسن من الاكياس اللي بتجيبيها جاهزة. لا، هتعمليها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. عايزة تزوقيها بقى بقشطة تمام، عايزة تزوقيها ببندق فستق، اي مكسرات عندك ممكن تحطيها. انا حطيت حبة قشطة كده وشوية سوداني مجروش كده، اي حاجة هتبقى حلوة وزي الفل. هنعملها في بيتنا حاجة نظيفة. حلي كده بق عيالك بقى كده بالحاجات الحلوة دي وجربيها. مش عايزاكم بقى تنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ربنا يديمها علينا نعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.